طب أنت دلوقتي المفروض هتتعامل إزاي مع الفيديو؟ أنا هاشغّل لك الترجمة وأنت عينك دايمًا على الترجمة، خلّيك باصص على الترجمة مش سامع. في الأول أكيد هتلاقي صعوبة، لكن حقيقي مع الاستمرار وإنك أنت فيديو مع التاني مع التالت، وكل مرّة بإذن الله نزوّد مدة الفيديوهات، هتلاقي نفسك بإذن الله الفيديوهات بدأت تسمعها من غير ما تبُص على الترجمة خالص. لكن في البداية وأي شخص عمومًا بيبدأ بالطريقة دي، إن أنا هاشغّل لك الفيديو وأنت لازم تقرأ الترجمة. فعادي جدًا، جدًا وده الطبيعي أصلًا إنك أنت تلاقي نفسك قدرتك على الاستماع مش كويسة، وإنك أنت مش عارف تسمع الفيديو ده أصلًا طبيعي لإنك أنت في البداية. فأنت بتسمع الفيديو وأنت باصص على الترجمة، والكلمات الصعبة هتلاقيني باوقّف بعد كل جملة وهاشرحها لك. ده فيديو عن المذاكرة عنوانه Learn how to actually study before it's too late. اتعلم ازاي تذاكر فعلا قبل ما الوقت يتأخر أو قبل ما خلاص يفوت الأوان. بيتكلم عن طرق المذاكرة الغلط وطرق المذاكرة الصح. حتى في بداية الفيديو بدأ أهو، هتلاقيه بيقارن بين نوعين من الطلاب، طالب A وطالب B. الطالب A بيذاكر عدد ساعات قليل وبيحصل على درجات أعلى، لكن الطالب B بيذاكر عدد ساعات أكبر وبيحصل على درجات أقل. ازاي دوت هنعرفه في الفيديو. This is student A. They study for 33 minutes a day, get 8 hours of sleep, maintain بيقول لك إن الطالب دوّة هو الطالب A بيذاكر 33 دقيقة في اليوم وبينام 8 ساعات. a social life and consistent maintain a social life معناها يحافظ على حياته الاجتماعية. maintain معناها يحافظ على. طب يعني إيه يحافظ على حياته الاجتماعية؟ يعني بينزل عادي يشوف قرايبه وأصحابه وينزل يتفسح ويشوف الناس، مش قافل يعني على نفسه ودايمًا ليل ونهار في البيت قاعد بيذاكر. score in the top 5% of their class. They consistently معناها باستمرار، وبيقول لك إن الطالب A دوّة باستمرار بيجيب درجات في أعلى 5% من الفصل. يعني هو دايمًا من ضمن أعلى 5% من الفصل، دايمًا بيطلع من الأوائل ومجتهد. اسمع كده المشهد على بعض تاني. This is student A. They study for 33 minutes a day, get 8 hours of sleep, maintain a social life, and consistently score in the top 5% of their class. They spend most of their study time taking practice tests and teach. بيقول لك إن الطالب إيه دوّة اللي بينام 8 ساعات وmaintain a social life وبيحافظ على حياته الاجتماعية وبيجيب درجات عالية في المدرسة. بيقول لك إن هو بيقضّي معظم الوقت اللي بيذاكره في إن هو ياخد امتحانات تدريبية. Teaching concepts to classmates. This is classmates اللي هم زملائه في الفصل. الconcepts معناها مفاهيم، فهو بيشرح المفاهيم اللي بيذاكرها لزملائه في الدراسة. student B. They study for هنا بقى بيكلمك عن نوع تاني من الطلاب، بيقول لك ده بقى student B الطالب B وبيذاكر 4 ساعات. 4 hours every day, sacrifice sleep, rarely see friends, and still sacrifice معناه يضحي بيه. بيقول لك إن هو sacrifice sleep معناه بيضحي بالنوم، يعني بينام عدد ساعات قليل، و rarely معناه نادرًا، ونادرًا ما بيشوف صحابه. struggle معناه يكافح أو يناضل أو يعاني، بتدّي معنى إنك أنت بتبذل مجهود كبير في الحاجة دي. فهنا struggle ممكن تترجمها بمعنى يعاني. فالطالب B دوّة اللي بيضحي sacrifice بالنوم بتاعه، و rarely نادرًا ما بيشوف أصدقائه. بيقول لك إن هو maintain معناه بيحافظ دايمًا على be average. be average اللي هو المستوى المتوسط. في بعض الأنظمة زي النظام مثلًا اللي بيتكلم عليه صاحب الفيديو دوّة أو على النظام بتاعه، فالدرجات متقسمة ل4 فئات. الفئة A وده الممتاز، ده بيبقى غالبًا جايب من 90% ل100%، والفئة B وده بقى المتوسط بيبقى جايب من 80 ل89%، والفئة C ده أقل من المتوسط جايب من 70 ل79. أما الفئة F ده كده ساقط في الامتحان. تعالَ نسمع الجزء اللي فات ده تاني. 4 hours every day, sacrifice sleep, rarely see friends, and still struggle to maintain a B average. They fill notebooks with highlighted text and spend hours. بيقول لك إن طالب B دوّة اللي بيجيب مستوى متوسط، مستوى B اللي هو أقل من المستوى A اللي كان بيجيبه الطالب الأول. بيقول لك إن هو بيملأ الnotebooks بhighlighted text اللي هو بيجيب زي قلم تظليل كده ويفضل يظلل بقى على المعلومات. Hours rereading chapters. What's the difference? spend hours معناه يقضي ساعات. rereading chapters إن هو يعيد قراءة الفصول. وبيقول لك بقى إيه الفرق بين الطالب دوّة والطالب دوّة، اللي بيذاكر 33 دقيقة ويجيب امتياز، واللي بيذاكر 4 ساعات وبيجيب جيد جدًا. Difference between them. It's not intelligence. It's not dedication. It's not even luck. بيقول لك إن الفرق بين الاتنين مش الذكاء intelligence أو dedication اللي هو التفاني والإخلاص في العمل، إن هو يكرّس كل وقته ويكون مُخلص جدًا في عمله اللي هو هنا المذاكرة، أو luck الحظ. مش الفرق لا الذكاء ولا الإخلاص في المذاكرة وإنك أنت تكرّس وقتك للمذاكرة ولا الحظ، مش ده الفرق. أُمّال إيه الفرق ده؟ It's how they study, not how long they study. But before we start, I want you to take a second and rate your study method from 1 to 10. Got your number? بيقول لك إن الفرق بقى بينهم هو طريقة المذاكرة مش مدة المذاكرة. يعني مش أهم حاجة أنت ذاكرت كام ساعة، لكن أهم حاجة هو أنت كنت بتذاكر إزاي، إيه طريقتك في المذاكرة، هو ده اللي بيهم.
But before we start, I want you to take a second and rate your study method from 1. بيقول لك بس قبل ما نبدأ أنا عايزك إنك أنت توقف وريت معناها يقيم method معناها طريقة تقيم طريقتك في المذاكرة from 1 to 10. Number, cool. By the end of this video, we'll see if you still think it deserves that score. Plus, deserve معناها يستحق. بيقول لك by the end of this video مع نهاية الفيديو دوت هنشوف لو أنت still معناها لا يزال، هل لو أنت لا تزال تعتقد إنك أنت deserve معناها تستحق that score التقييم اللي أنت يعني أعطيته لنفسك. لو أنت مثلا أعطيت نفسك 7/10 8/10 في واحد ممكن يدي لنفسه 10/10 شايف إن هو بيذاكر بطريقة فعالة جدا. بيقول لك في آخر الفيديو دوت بعد ما نعرف الطرق ونسمع الكلام اللي هيقوله بيقول لك هتشوف هل فعلا طريقتك دي اللي أنت قيمتها بتقييم عالي غالبا هل فعلا تستحق التقييم ده ولا لأ. I'm going to share the exact study plan that helped me go from getting B's and C's to straight A's. بيقول لك هيشارك معاك الطرق اللي خلّيته ينتقل من مستوى B وC دي مستويات قليلة لمستوى A، وخلّي بالك straight A معناها إن هو كان بيحصل في كل المواد على درجات A، A دوّة اللي هي الدرجة النهائية أو أعلى درجة، زي ما قُلت لك أعلى تقييم، بيبقى مثلًا من 90% ل100% اللي هو درجة عالية. The night that changed everything. I remember sitting in my dorm room, especially during my junior dorm room اللي هي غرفة النوم، especially معناها خاصةً. بيقول لك الليلة بقى اللي تخيّل فيها كل حاجة، بيقول لك أنا أتذكر إن أنا كنت قاعد في أوضة النوم especially during my junior year. Empty coffee especially معناها خاصةً. junior year اللي هي السنة الثالثة، ممكن تكون السنة الثالثة في المدرسة الثانوية وقصده السنة الثالثة في الجامعة، وsenior year اللي هي السنة الرابعة. خلّيني أقول لك الجزء اللي فات. B's to straight A's. The night that changed everything. I remember sitting in my dorm room, especially during my junior year. Empty coffee cups everywhere, notebooks scattered across my desk. بيقول لك كان هو يتذكر إن هو كان قاعد في أوضة النوم وكوباية القهوة الفاضية مالية المكان حواليه، والنوت بوكس اللي هي الدفاتر أو الكراسات متناثرة حول مكتبه. scattered معناها متناثرة أو متبعثرة أو منتشرة. across my desk معناها حول مكتبي أو على سطح المكتب. بيقول لك هو كان قاعد في أوضة النوم دي الليلة بقى اللي غيّرت حياته، وكوباية القهوة الفاضية في كل حتة حواليه، كل الكراسات أو الدفاتر متناثرة أو متبعثرة حول مكتبه. It was 3 a.m. and I'd been studying nonstop for 12 hours straight for my non stop معناها بلا توقف. يقول لك إن الساعة كانت الثالثة صباحًا AM قلنا صباحًا لكن PM مساءً، الأول 3 PM اللي هي 3 العصر عندنا، لكن 3 AM اللي هي 3 الفجر. ويقول لك الساعة كانت 3 الفجر وكان بيذاكر non stop بلا توقف لمدة 12 ساعة. for my psychology، psychology اللي هو علم النفس. psychology exam. I was doing everything right, highlighting key points, rereading chapters, writing بيقول لك أنا كنت باعمل كل حاجة بطريقة صحيحة. بيقول لك إن هو كان بيمسك قلم التظليل وبيخطط يعني الkey points اللي هي النقاط الأساسية، وreread معناه يعيد القراءة، وكمان كان بيعيد قراءة الفصول اللي عنده. detailed notes that looked aesthetically perfect. بيقول لك إن هو كان بيكتب ملاحظات تبدو مثالية من الناحية الجمالية. detailed notes اللي هي ملاحظات مفصلة، كان بيكتب يعني كده ملاحظات بالتفصيل، كانت تبدو مثالية من الناحية الجمالية. aesthetically اللي هي من الناحية الجمالية، جاية من aesthetician اللي هو أخصائي التجميل، فaesthetically من الناحية الجمالية. يعني عارف كده لمّا تمسك مثلًا الكراسة بتاعتك وتمسك قلم تظليل أحمر وقلم تظليل بمبي وقلم تظليل أخضر وتظلل السطر الأول مثلًا بلون والسطر اللي في النُص بلون والحتة اللي من على الشمال دي بلون والجزء اللي في النُص من على اليمين ده كده بلون، فاهمني؟ بحيث الصفحة كده على بعض تبدو إن هي aesthetically perfect، تبدو من الناحية الجمالية كده شكلها مثالية وشكل الصفحة جميل جدًا. But deep down, something felt off. Despite all خلّي بالك something felt off ده من التعبيرات المهمة جدًا والجميلة جدًا، معناها أنا حسّيت إن في حاجة غريبة أو في حاجة مش مضبوطة أو حاسس إن في حاجة مش كويسة كده، في حاجة مش تمام، يعني الأمور مش طبيعية. يعني لمّا أقول لك مثلًا there is something off معناها في حاجة مش مضبوطة أو في حاجة غريبة أو في حاجة مش طبيعية، فتعبير مهم جدًا. I've been trained to read people like this for a living, and I'm telling you, there's something off about this woman. I've been trained to read people like this for a living, and I'm telling you, there's something off about this woman. يعني هنا في المشهد ده هو بيقول there is something off about this woman معناها في حاجة مش طبيعية بخصوص الست دي، أو في حاجة غريبة يعني زي ما إحنا بنقول كده بالعامية اللي هو أنا مش مرتاح لها، أنا حاسس الموضوع زي ما بنقول كده بالعامية في إن. Noah, I am telling you, there's something really off about this guy. How so? I feel like Noah, I am telling you, there's something really off about this guy. How so? I feel like
فهو بيتكلم وبيقول أثناء ما كان قاعد بقى بيذاكر وسهران للساعة 3 بالليل، وكان بقاله 12 ساعة بيذاكر، وكان بيكتب ملاحظات وبيخطط، والصفحة شكلها جميل، وبيشرب قهوة عشان يسهر وكل الحاجات الجميلة دي. بس حاسس إن في حاجة غريبة. something felt off. حاسس إن في حاجة مش طبيعية، في حاجة مش مظبوطة. إيه بقى؟ All those hours, the information was slipping through my brain like sand through my fingers. That بيقول لك لكن بالرغم من كل الساعات الطويلة دي اللي كان بيقضيها في المذاكرة، كان بيحس المعلومات بتتسرب من دماغه، كان بيحس المعلومات كده بتفلت من دماغه، يعني كان بينسى بسرعة. slipping through معناها إن المعلومات كانت بتتسرب أو بتنزلق أو بتفلت، يعني بالعامية خالص أكنه كان بيقول أنا حاسس المعلومات أكنها بتتزحلق من دماغي، كل ما يذاكر حاجة ينساها، كل ما يراجع فصل معين ينساه، وهكذا بقى. brain like sand through my fingers. That night changed everything. بيقول لك حاسس المعلومات بتنزلق من دماغه زي الساند معناها رمال خلال أصابعه. fingers معناها أصابع، زي ما تمسك كده رمال وتفتح صوابعك، والرمال تبدأ بقى تتساقط من صوابعك، تنزلق من صوابعك. اسمع الجزئية دي تاني. Aesthetically perfect, but deep down, something felt off. Despite all those hours, the information was slipping through my brain like sand through my fingers. That night changed everything for me. ولايك كانت في الجملة اللي فاتت. like the sand معناها مثل جمال. like مش معناها يحب. like ممكن تيجي بمعنيين، مثل أو يحب. فبيقول لك إن المعلومات كانت بتنزلق من دماغه أو كانت بتفلت من دماغه زي جمال ما بتفلت كده من بين صوابعه. وبيقول لك بقى في هذه الليلة. That night changed everything for me. Not because I aced the test, بيقول لك الليلة دي غيّرت كل حاجة بالنسبة لي. aced the test معناه إن أنا نجحت في الامتحان. بيقول لك الليلة دي غيّرت كل حاجة بالنسبة لي. بيقول لك مش عشان أنا نجحت في الامتحان، أُمّال عشان إيه؟ but because I failed miserably. ولكن عشان هو فشل. miserably معناها ببؤس. لمّا أقول لك he is miserable هو بائس. فالصفة miserable بائس. والadverb اللي هو الحال miserably معناها ببؤس. fail miserably معناها فشل ببؤس. Are you there, God? It's me, Margaret. I'm absolutely miserable. Seeing how miserable you are makes me wish we had never done this. No, Seeing how miserable you are makes me wish we had never done this. no. يبقى الليلة دي غيّرت كل حاجة في حياته، مش عشان هو نجح في الامتحان، لأ، عشان هو فشل ببؤس في الامتحان. It forced me to face a hard truth. I had no clue. force معناها يُجبر. الليلة دي بقى اللي فشل فيها في الامتحان، كان سهران بيذاكر لامتحان علم النفس. بيقول لك الليلة دي بقى اللي كان سهران وبيذاكر فيها سقط في الامتحان. بيقول لك الليلة دي بقى غيّرت كل حاجة في حياته، لإنها أجبرته forced me أجبرتني إن أنا face إن أنا أواجه a hard truth. truth معناها حقيقة. الليلة دي خلّته إن هو face يواجه hard truth معناها الحقيقة الصعبة، أو ممكن تترجمها في السياق الحقيقة الصادمة أو الحقيقة الصعبة بالنسبة له. بيقول لك إن هو كان ليس لديه أي دليل. clue معناها دليل. How to study effectively. بيقول لك الليلة دي بقى غيّرت حياته لإن خلّته يواجه الحقيقة، إن هو ما عندوش أي clue ما عندوش أي دليل إزاي يذاكر بفعالية. ناس كتيرة ممكن تكون مفكّرة لأ أنا باذاكر بطريقة كويسة وطريقة مذاكرتي كويسة، لكن هو بيضحك على نفسه، هو مش بيذاكر بفعالية، هو مش بيذاكر بطريقة كويسة. أخرّج بقى تسمعها تاني. That night changed everything for me. Not because I aced the test, but because I failed miserably. It forced me to face a hard truth. I had no clue how to study effectively. The productivity illusion. Think about it. productivity اللي هي الإنتاجية، وillusion معناها وهم. طب يعني إيه بقى productivity illusion اللي هو وهم الإنتاجية؟ يعني واحد يكون مفكر نفسه إن هو بيذاكر بفعالية وبيذاكر بإنتاجية وإن هو بينجز فعلًا خلال يومه، ولكن هو بيضحك على نفسه، هو لا بينجز ولا أي شيء. يعني ودي بالنسبة لنا مقسمة لفئتين. واحد هو مش بيعمل حاجة أو بيذاكر كمية قليلة وفي آخر اليوم يعظم أوي في الحاجة اللي ذاكرها، ويقول لك لا ده أنا ذاكرت كذا وكذا، يقول لك يا عم ده أنا ذاكرت صفحتين من المادة دي و4 صفح من ما أعرفش إيه وحليت 20 سؤال. يعني هو بالنسبة لي دي حاجات كده كتيرة جدًا. فده كده productivity illusion وهم الإنتاجية، مفكر نفسه إن هو عمل حاجات كتير لكن في الحقيقة هو ما عملش حاجة. أو النوع التاني واحد ده بيخدع نفسه، بيعمل حاجة بطريقة خاطئة وهو بيوهم نفسه إن هو عملها بالطريقة الصح وإن هو كده عملها فعلًا كما ينبغي. يعني مثلًا لو ناخد مثال على واحد في ثانوية، قال لك أنا النهارده هاذاكر درس فيزياء ودرس كيميا ودرس أحياء، مسك أصعب 3 مواد قال لك هاذاكر درس وكمان هاحل تدريباته في يوم واحد، يعني 3 دروس ويحل تدريباتهم في يوم واحد، دي حاجة طبعًا صعبة جدًا. لو عمل كده يبقى عبقري طبعًا. راح عمل إيه، شغّل الحصة قدّامه وسرّع المستر على 2 وخلّى المستر بقى يتكلم مع نفسه. المستر يسجل ملاحظات لأ فاتح فقرة الكتاب ولا بيسجل ملاحظات ولا حاجة، والحل جاب مستر يحل على النت وشغّل الفيديو وفتح الكتاب قدّامه، يخلّي المستر بقى يفكر ويقول خطوات ويقول الحل، وفي الآخر لمّا المستر يقول مثلًا الإجابة ب، يقوم هو معلّم على ب.
السؤال اللي بعده يخلي المستر يتكلم مع نفسه بقى ويشرح. في الآخر لما المستر يقول الإجابة ج يقوم هو مختار ج، وهكذا بقى. يجي على آخر اليوم ألاقي ده سمعت شرح خاص بالفيزياء وخاص بالكيمياء وخاص بالأحياء، ويقول لك أنا بص هو الكتب بتاعتي حالل على ال3 دروس، لكن هو في الحقيقة لا هو ذاكر القصص اللي سمعها دي ولا فهم منها حاجة، ولا هو حل الحاجات اللي حللها دي في الكتاب، هو فقط اختار الإجابات زيه زي الرشام من الإجابات. ده كده productivity illusion، وهم الإنتاجية. We've all fallen into this trap, drenching our textbooks in highlighter ink until they look like بيقول لك إن إحنا كلنا وقعنا في الفخ دوت. إيه هو؟ trap معناها فخ، إن إحنا drenching our textbooks in highlight ink معناها حب. فبيقول إن إحنا بنغمس كتبنا الدراسية بألوان التمييز أو الحبر. يعني إن أنت تمسك الكتاب بتاعك وتمسك كده الصفحة وتملاها معلومات بقى بالقلم الحبر، أو تفضل بقلم التظليل وتفضل تخطط فيها، ودايما بتخطط معظم الصفحة وتملاها ملاحظات بألوان الحبر like abstract art, rereading the same لحد ما يبقى شكلها زي الفن التجريدي. abstract art، الفن التجريدي. paragraph 200 times hoping it'll finally stick. يقول لك إنك أنت قراءة نفس القطعة 200 مرة hoping على أمل finally على أمل إن هي في الآخر stick، إن هي تلزق في دماغك. Or writing pages of notes only to never look at them again. Just أو إنك أنت تكتب صفح pages من الملاحظات notes only to never look at them again، يعني فقط أنت بتكتب ملاحظات ومش هترجع لهم تاني. like those saved Instagram reels we never revisit. بيقول لك زي بالظبط فيديوهات الانستجرام اللي أنت بتعمل لها سيف ومش بترجع لها تاني أبدا. بيقول لك إنك أنت بتعمل كذلك بقى في تسجيل المعلومات، تفضل تسجل صفح كتيرة من المعلومات ومش بترجع لها أبدا. The productivity illusion. Think about it. We've all fallen into this trap, drenching our textbooks in highlighter ink until they look like abstract art, rereading the same paragraph 200 times hoping it'll finally stick, or writing pages of notes only to never look at them again. Just like those saved Instagram reels we never revisit. We confuse the time spent studying with the amount we actually retain. You know you're in this trap. بيقول لك إن إحنا بنخلط بين عدد الساعات اللي إحنا بنقضيها في المذاكرة وكمية المعلومات the amount we actually اللي إحنا حقيقة retain معناها نحتفظ بيها. يعني بيقول لك إن إحنا دايما بنخلط بين عدد الساعات اللي بنذاكره وكمية المعلومات اللي إحنا بنحتفظ بيها. يعني تبقى مفكر إنك أنت طالما هتذاكر عدد ساعات أكبر يبقى أنت كده هتحصل كمية أكبر، ولكن ده مش حقيقي. أنت ممكن تقعد تذاكر 3 4 ساعات تقعد مش مركز فيهم وسرحان، يبقوا زيهم بالظبط زي ساعة إلا ربع قعدت فيها وأنت مركز في كل دقيقة منهم. The time spent studying with the amount we actually retain. You know you're in this trap when you spend more time picking the perfect highlighter color than بيقول لك أنت عارف إنك أنت في الفخ دوت، زي ما قلنا trap معناها فخ. لما أنت بتقضي وقت spend time معناها يقضي وقتك. لما أنت بتفضل تقضي وقت كبير في إنك أنت picking the perfect highlighter، إنك أنت تختار قلم التظليل المثالي. يعني تجيب كده قلم التظليل اللي عندك، طب يا رب أختار الأحمر ولا الأصفر ولا البامبي، طب هيبقى شكله أشيك، ولا طب نختار مثلا قلم التظليل البرتقاني، أنا حاسس البرتقاني هيتناسب مع الصفحة دي. وتفضل يعني بتقضي وقت في التفاهات ديت، الحاجات اللي ملهاش لازمة، إنك أنت بتختار قلم تظليل مناسب. lighter color than actually understanding the material. Or when you create the إنك أنت يعني بتقضي وقت في الحاجات دي، إنك أنت مثلا تختار قلم التظليل المناسب أو غيرها من الحاجات اللي ملهاش لازمة، بتقضي وقت فيها أكتر من الوقت اللي أنت تقضيه في إنك أنت understanding the material، إنك أنت تفهم الحاجات اللي عندك، سواء مثلا الحاجات دي كانت مذكرات، كتب، محاضرة شرح، أيا كان. perfect study playlist to realize you spent more time curating it than studying, but no أو يقول لك برضه من الحاجات اللي ممكن تكون بتقضي أنت وقت فيها كتير، إنك أنت تعمل study playlist، قائمة مذاكرة only to realize فقط لتدرك إنك أنت قضيت وقت أكبر إنك أنت curating it، إنك أنت تنظمها أو تختارها بعناية، جاية من الفعل curate معناه ينظم أو يختار بعناية. يعني أنت ممكن تعمل جدول مذاكرة أو قائمة للمذاكرة تكتب فيها مثلا أنا هذاكر كذا والنهاردة هعمل كذا وهخلص الواجب الفلاني، ممكن حاجة زي كده. وإنك أنت برضه تختار القلم اللي هتذاكر بيه والكراسة اللي هتكتب فيها، الحاجات دي ساعات أنت بتقضي فيها وقت أكتر من المذاكرة نفسه. studying, but nobody tells us this than studying، إنك أنت قضيت وقت أكبر في الحاجات دي من المذاكرة نفسه. قاعد لك تسمع الجزئية دي تاني. color than actually understanding the material. Or when you create the perfect study playlist, only to realize you spent more time curating it than studying. But nobody tells us this in school because studying isn't about time. It's بيقول لك بس محدش بيقول لنا الكلام دوت في المدرسة، لأن studying المذاكرة مش مسألة وقت، about strategy. Let me break ولكن هي مسألة استراتيجية. يعني المذاكرة الحاجة الفعالة الأكتر فيها
مش الوقت، مش كل ما تقضّي وقت أكبر يبقى أنت كل ما هتذاكر بشكل أحسن، أو كل ما هتذاكر كمية معلومات أكبر، لأ، ولكن الموضوع بيتعلق بالاستراتيجية اللي أنت بتستخدمها في المذاكرة، كل ما كانت استراتيجية أفضل، كل ما ذاكرت أكتر. Break it down for you. There's something let me break it down for you معناها خلّيني أوضّح لك الموضوع أو خلّيني أفصّل لك الموضوع، أو ممكن برضه تترجمها دعني أوضّح لك الأمور خطوة بخطوة، إنك أنت break it down توضّحه كده بالتفصيل، أو إنك أنت تبسّطه أي حاجة من الكلام ده. فبيقول لك مثلًا خلّيني أبسّط لك الموضوع أو خلّيني أوضّحه لك أكتر، called the consumption trap. The belief بيقول لك في حاجة اسمها consumption trap. consumption معناها استهلاك، وزي ما قُلنا بدري شوف لي تالت مرّة اتكررت الكلمة دي، trap معناها فخ. طب يعني إيه فخ الاستهلاك؟ هو هيشرحه لي دلوقتي بس خلّيني أنا أشرحه لك الأول. فخ الاستهلاك ده مصطلح بيستخدم يعني في العموم بيوصف الحالة اللي الشخص بيكون فيها بيشتري وبيستهلك دايمًا حاجة باستمرار عشان يحقق رضا أو سعادة. إنك أنت مثلًا تفضل تشتري أو تستهلك في منتج أو خدمة معيّنة غالبًا وأنت مش محتاجها أوي، فقط أنت بتشتريها أو بتستهلك الحاجة دي على أمل إن ده هيخلّيك أسعد أو بني آدم أفضل، ولكن في الحقيقة أنت بتدخل جوّه دايرة مفرغة من الاستهلاك اللي مش بينتهي، بتفضل تستهلك الحاجة دي أو بتفضل تشتري الحاجة دي على أمل إنها تسعدك، اشتريتها ما حسيتش بالرضا أو التحسين الكفاية اللي أنت كنت متوقعه منها، قمت اشتريتها تاني على أمل إنها تسعدك، ما حسيتش بالرضا قمت اشتريتها تاني وهكذا، ده كده consumption trap فخ الاستهلاك. بيقول لك إن دوّة belief معناها اعتقاد، that the more information you consume, reading more pages, watching more videos, فبيقول لك إن فخ الاستهلاك دوّة هو اعتقاد إنك أنت the more information you consume معناها يستهلك، كل ما استهلكت معلومات أكتر إيه اللي يحصل بقى؟ the belief that the more information you consume, reading more pages, watching more videos, cramming بيقول لك يعني إن فخ الاستهلاك دوّة هو الاعتقاد بإنك أنت كل ما ذاكرت معلومات أكتر أو كل ما استهلكت معلومات أكتر، في إنك أنت تقرأ صفحات أكتر أو تشاهد فيديوهات أكتر. more hours, the more you learn. cramming اللي هو إنك أنت تكدّس المعلومات، يعني تفضل تملى دماغك بالمعلومات، يالّا نقرأ مثلًا معلومات من الكتاب دوّة، وبعد كده من المذكرة دي، وبعد كده نسمع شرح من المستر دوّة، وبعد كده نشرح من المستر الفلاني دوّة واحد غيره، وبعد كده من مذكرة تانية، شغّال تكدّس كده cramming شغّال تملى عقلك وتكبس عقلك كده بالمعلومات. There's something called the consumption trap. The belief that the more information you consume, reading more pages, watching more videos, cramming more hours, the more you learn. Schools reinforce this myth when teachers say things like, study فcramming more hours قصده بيها إنك أنت تكدّس كده وتحشر في دماغك عدد ساعات أكبر من المذاكرة، حتى جايب لك أهو صورة شخص ومليان معلومات حواليه، مليان معلومات حواليه، يكبس كده في دماغه عدد ساعات أكبر من المذاكرة وكمية معلومات أكبر. the more you learn. Schools reinforce this myth when teachers say things myth معناها خرافة، وبيقول لك إن المدارس reinforce بتعزّز أو بتقوي خرافة إيه بقى؟ لمّا المدرسين يقولوا like study for 3 hours or review the entire chapter. But here's the catch. لمّا المدرسين يقولوا حاجات زي مثلًا إنك أنت ذاكر ل3 ساعات وراجع الفصل اللي هتذاكره دوّة بالكامل، بيقول لك but here is the catch معناها هنا المشكلة، أو هنا النقطة بقى اللي مش واضحة. Your brain isn't a sponge that just absorbs info automatically. It's absorb معناها يمتص، فبيقول لك إن عقلك مش سفنجة بتفضل تمتص المعلومات بشكل تلقائي كده وبشكل أوتوماتيكي، more like a muscle that needs training and rest to grow. Here's a formula that بيقول لك عقلك عامل زي المصل زي العضلة اللي بتحتاج training تدريب وريست راحة عشان هي grow عشان تنمو. اسمع كده الجزء ده تاني. But here's the catch. Your brain isn't a sponge that just absorbs info automatically. It's more like a muscle that needs training and rest to grow. Here's a formula that changed my entire approach to studying. Real learning equals amount of information. formula معناها صيغة وapproach معناها نهج أو أسلوب من كلمات مهمة جدا، وإحنا بناخد جزء الكتاب هتلاقيها اتكررت معانا الكلمة دي. فبيقول لك دي بقى الصيغة اللي هي change اتغيرت my entire approach النهج أو الأسلوب بتاعي بالكامل في المذاكرة. Real learning equals amount of information times retention rate. بيقول لك إن real learning التعلم الحقيقي equals بيعادل أو بيساوي كمية المعلومات times معناها ضرب أو في retention rate اللي هو معدل الاحتفاظ بالمعلومة ومعدل إن المعلومة تبقى في دماغك. Imagine two students. One studies for 5 hours but retains only 10% of the material. بيقول لك تخيل إن في طالبين، طالب بيذاكر 5 ساعات وبيحتفظ بفقط 10% من المعلومات، يعني 10% من اللي بيذاكروا في خلال 5 ساعات دول بيستوعبوا أو بيفضل في دماغه. The other studies for just 1 hour but retains 50%. Both end
والطالب التاني بيذاكر فقط ساعة ونسبة المعلومات اللي بيحتفظ بيها في دماغه 50%. End up with the same amount of retained information, but the first student will بيقول لك إن both معناه كلاهما بينتهوا بنفس كمية المعلومات اللي بيحتفظوا بيها في دماغهم. retained information اللي هي المعلومات اللي بتبقى في دماغهم أو المعلومات اللي بيحتفظوا بيها. الاتنين اللي احتفظوا بنفس كمية المعلومات، دوت ذاكر ساعة واحدة بس احتفظ ب50% من المعلومات، ودوت ذاكر 5 ساعات لكن احتفظ ب10%. الاتنين نفس الشيء. but the first student wasted 4 extra hours. If you study بيقول لك لكن الطالب الأول اللي ذاكر 5 ساعات wasted معناها أهدر أو ضيع. 4 extra hours معناها 4 ساعات إضافية. for 5 hours and only retain 10%, you actually only benefited from 30 minutes of studying. But if you study بيقول لك إنك أنت actually في الواقع أو في الحقيقة benefit معناها تستفيد من 30 دقيقة من المذاكرة. واحد يقول لي مش فاهم إزاي يعني لو ذاكرت 5 ساعات وال5 ساعات اللي استفدت فقط منهم 10% يبقى أنا كده ما استفدتش غير من 30 دقيقة. مش فاهم يعني الحسبة دي جت منين؟ مالك يا عم بسيطة فيها. طب تعالى نحسبها مع بعض. 5 ساعات أول حاجة، طب تعالى نحولها لدقايق عشان نحسبها بقى على الدقايق نشوف هل فعلا طلع 30 دقيقة ولا هو بيقول أي كلام وخلاص. 5 ساعات لو هتحول من ساعة لدقيقة هتضرب في 60، ف5 في 60 ب300، كده معاك 300 دقيقة. طب 10% من ال300 بكام؟ هتضرب ب10% على 10 على 100 في 300. 10 على 100 في 300 يعني 3000 على 100 هتطلع من 30 فعلا. متلخبط احسبها في الآلة. فالطالب اللي ذاكر 5 ساعات واستفاد فقط ب10% من اللي ذاكره أو احتفظ ب10% من المعلومات اللي ذاكرها، كده هو استفاد ب30 دقيقة. زيه بالظبط زي الطالب اللي ذاكر ساعة واحدة 60 دقيقة واحتفظ ب50% منها اللي هي 30 دقيقة. هما الاتنين احتفظوا ب30 دقيقة من المعلومات. study for just 1 hour with a strategy that helps you retain 50%, you save time and energy. Now, what if I told you that studying less could actually improve your grades? Sounds فبيقول لك يعني انك انت لو ذاكرت زي الطالب الاول اللي ذاكر 5 ساعات واحتفظ فقط ب10%، انت كده اهدرت وقتك وضيعت مجهودك. لكن لو انت هتذاكر باستراتيجية هتساعدك انك انت تحتفظ ب50% من المعلومات اللي انت ذاكرتها، انت كده هتوفر على نفسك سيف، هتوفر تايم وقت وانرجي طاقة، هتوفر على نفسك وقت ومجهود. Now, what if I told you that studying less could actually improve your grades? بيقول لك طب هتقول ايه لو قلت لك ان المذاكرة الأقل studying less انك انت تذاكر أقل will improve your grades. ممكن ان هو improve معناه يحسن، والجريدز اللي هي الدرجات. بيقول لك ايه رأيك لو قلت لك انك انت ممكن تذاكر أقل وتحسن درجاتك. Sounds crazy, right? Especially when every YouTube video out there is screaming, study harder. Why are you so weak? Get up and study now. Yeah, no, shut up. بيقول لك ان الموضوع بيبدو مجنون صح؟ وخصوصا ان كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتقول لك ذاكر اكتر وافضل عدد ساعات اكبر من المذاكرة وذاكر بشكل مكثف اكتر وكل الكلام اللي احنا بنسمعه دايما ده. The power of active learning. When I started studying less, my grades actually got better. Here's how. Before, I would spend بيقول لك ان هو لما بدأ يذاكر أقل درجاته بدأت ترتفع. خليني اعدها لك الجزئية دي. Why are you so weak? Get up and study now. Yeah, no, shut up. The power of active learning. When I started studying less, my grades الاكتيف ليرنينج اللي هو التعلم الفعال. بيقول لك لما بدأت ان انا اذاكر أقل my grades الدرجات بتاعته بقى زادت. actually got better. Here's how. Before, I would spend hours rereading textbooks, highlighting everything, and rewriting. بيقول لك ان هو كان في الاول لما كان بيجيب درجات قليلة كان بيقضي ساعات كتيرة في ان هو يعيد قراءة الكتب المدرسية بتاعته ويفضل يظلل كل حاجة، وكمان بيعيد كتابة writing notes, only to forget most of it. ويعيد كمان كتابة الملاحظات only to forget most of it. وكان فقط بينسى معظم الكلام دوت، معظم الكلام اللي هو كان بيسجله وبيفضل يخططه ويعيد قراءته كان بينسى معظم الكلام ده. After, I switched to active learning using practice questions, explain. بيقول لك بعد كده بقى أول ما بدأ يجيب درجات أكتر، إيه اللي خلاه يجيب درجات أكتر؟ انتقل لاستراتيجية مذاكرة تاني اللي هي الأكتيف ليرنينج. طب إيه الأكتيف ليرنينج اللي هو التعلم الفعال؟ كان بيعمل إيه يعني؟ كان بيستخدم أسئلة تدريبية Explaining concepts to others and applying information to real life problems. Subtly explaining concepts to others and applying information to real life. بيقول لك كمان إن هو كان بيشرح الكونسبتس اللي هي مفاهيم للآخرين، كان يعني يذاكر المعلومة ويشرحها للناس، ويابلاي معناه يطبق، وكمان كان بيطبق المعلومات اللي بيذاكرها في الحقيقة. يعني يذاكر مثلا معلومة يقرأها في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الأحياء كان يحاول يطبقها في الحياة الواقعية. Life problems. Subtly, my retention rate jumped from 10% to خلينا هو أخر لك تسمعها تاني.
After, I switched to active learning using practice questions, explaining concepts to others, and applying information to real-life problems. Suddenly, my retention rate jumped from 10% to 70%. Passive study زي ما قلنا كان بيحاول كمان غير إن هو بياخد أسئلة تدريبية على الحاجات اللي بيدرسها وكمان بيشرح الconcepts المفاهيم اللي كان بيدرسها الآخرين، كان كمان بيحاول يطبّق المعلومات اللي هو بياخدها في المناهج عنده لمشاكل الحياة اليومية أو مشاكل الحياة الواقعية عشان تثبت في دماغه أكتر. بيقول لك suddenly فجأة بقى my retention rate معدل بقى الاحتفاظ هو يعني معدل احتفاظه بالمعلومات نط من 10% ل70%. Passive studying is like trying to fill a bucket full of holes. You can keep pouring water in, but it'll never hold. The key is to patch the فبيقول لك إن الpassive studying اللي هي الدراسة السلبية إنك أنت يعني ما تذاكرش بطريقة كويسة اللي هي عكس الactive studying، عاملة زي إنك أنت بتحاول تملى جردل full of holes معناها ثقوب، إنك أنت بتحاول تملأ جردل مليان ثقوب. You can keep pouring water in, but it'll never hold. pour معناها يصب، أنت بتحاول إنك أنت تملى جردل مليان ثقوب وبتظل إنك أنت pouring water keep pouring water معناها إنك أنت بتظل تصب المَيّة pour معناها يصب. فبيقول لك إن المفتاح بقى اللي هو الحل إنك أنت patch the holes إنك أنت تصلّح الثقوب ديّة. First, so the knowledge actually stays. The result? My knowledge اللي هي المعرفة، فزي ما في المثال اللي ضربه اللي هو بتاع الجردل إنك أنت بتفضل تحاول تصب مَيّة في جردل مليء بالثقوب وفي الآخر المَيّة دي كلّها بتنزل، زي ما الحل فيها إنك أنت تحاول تصلّح الثقوب ديّة. وكذلك بقى في الدراسة عشان الknowledge اللي هي المعرفة اللي عندك تفضل موجودة في دماغك والمعلومات تفضل أنت متذكرها وما تفضلش تنسى كل شوية، لازم تصلّح من طريقة مذاكرتك. تعال اسمعها كده الجزئية دي تاني. Suddenly, my retention rate jumped from 10% to 70%. Passive studying is like trying to fill a bucket full of holes. You can keep pouring water in, but it'll never hold. The key is to patch the holes first so the knowledge actually stays. The result? My study time was cut in half, and my grades went from B's and C's. خلّي بالك النتيجة بقى لكل الحاجات اللي طبّقها ديّة إن معدل مذاكرته أو عدد ساعات مذاكرته قَل للنُص، وكمان درجاته بدل ما كان بيجيب مثلًا درجات سيئة أو متوسطة، نَط لإن هو بيجيب درجات عالية، اللي هو معدل إيه، ده أعلى معدل زي ما قُلنا ممكن يكون من 90% ل100%، بقى بيجيب امتياز في كل المواد. E's to straight A's. Now you're probably thinking, okay, so how do I study less and straight A زي ما قُلنا إنك أنت بتجيب معدل عالي، ممكن يكون زي ما قُلنا من 90 ل100% في كل المواد، يعني أنت بتتفوّق في كل المواد. وprobably معناه من المحتمل. actually retain more? Relax, I got you. Here's the exact study strategy that works. 1. Break study sessions into shorter chunks. 30 to 60 minutes per subject is ideal. 2. Test بيقول لك أول حاجة بقى تعملها إنك أنت تقسّم sessions معناها حصص، إنك أنت تقسّم حصص المذاكرة بتاعتك لفقرات أو لقطع أصغر، يعني ما تسمعش مثلًا حصة مدتها 3 ساعات أو تذاكر مثلًا 20 أو 30 صفحة على مرّة واحدة لأ، قسّمها مثلًا بيقول لك من 30 ل60 دقيقة، الحصة دلوقتي لو نفترض مدتها 3 ساعات قسّمها اسمع دلوقتي 30 دقيقة، قوم خُد لك استراحة شوية وبعد كده كمّل 40 دقيقة تانيين، بعد كده مثلًا على آخر اليوم خُد لك 40 دقيقة. ممكن في اليوم اللي بعده تكمّل مثلًا الباقي فاهمني، ما تقعدش تسمعها كلّها على بعض، قسّمها لأجزاء، ideal معناها مثالي، فبيقول لك من 30 ل60 دقيقة في المادة الواحدة ده مثالي، قصده يعني ما تفضلش في مادة واحدة تدّيها 4، 5 ساعات ورا بعض، يعني أنت كده مش هتحتفظ بتركيزك، الأفضل إنك أنت تقسّمها. 2. Test yourself first. Before reviewing, try recalling what you already know. Identify recall إنك أنت تسترجع أو تستعيد، بيقول لك حاول إنك أنت تسترجع وتستعيد الحاجات اللي أنت already عارفها، الحاجات اللي أنت بالفعل عارفها، يعني قبل ما تبدأ مذاكرة عايزك إن هو test yourself اختبر نفسك، شوف مثلًا بعد ما تذاكر الصفحة أو بعد ما تذاكر الدرس، قُل أنا إيه المعلومات اللي استفدتها من الدرس دوّة، طب إيه المفاهيم الأساسية اللي أنا ذاكرتها في الدرس دوّة، تختبر نفسك كده قبل ما تبدأ حل. weak spots. Focus on the topics you struggle with. 4. Use struggle زي ما قُلنا ممكن معناها يكافح أو يناضل أو يعاني في حاجة يبذل فيها مجهود كبير، فبيقول لك حاول إنك أنت تعرف نقط الضعف بتاعتك، يعني بعد ما ذاكرت مثلًا الدرس أو بعد ما ذاكرت الجزء اللي أنت بتذاكره، اعرف قُل مثلًا أنا مش كويس في النقطة دي، أنا الجزئية دي مش فاهمها، تعرف الجزئية اللي أنت مش فاهمها وحاول تعالجها قبل ما تبدأ مثلًا في الحل، أو قبل ما تنتقل للجزء اللي بعده. فبيقول لك focus معناها يركّز، فركّز على المواضيع، topics معناها مواضيع، بيقول لك يعني ركّز على المواضيع اللي أنت struggle with اللي أنت بتعاني منها. Use active study methods. Answer questions, explain concepts out loud, or use flashcards. 5. Connect ideas together. This makes information easier to retrieve later. زي ما قُلنا methods معناها طرق، فبيقول لك استخدم طرق دراسة فعّالة، زي إنك أنت تجاوب على الأسئلة
بعد مثلا ما ذاكرت جزئيه معينه تروح تحل عليها، ده طبعا بيثبت المعلومه في دماغك. وبمناسبه الجزئيه دي يعني سريعا كده احكي لك على حاجه سمعتها. سمعت دكتور اعصاب بيقول ان العلماء عملوا مره تجربه على فئتين من الطلاب، جابوا فئه وادوهم كميه معلومات معينه قالوا لهم يحفظوها، جابوا فئه تانية بقى من الطلاب ادوهم نفس كميه المعلومات دي وقالوا لهم برضه ان هم مطالبين بان هم يحفظوا المعلومات دي. طب ايه الفرق بينهم؟ الفئه الاولى قالوا لهم اقعدوا فقط احفظوا المعلومات، كرروا وعيدوا وزيدوا فيها، يعني مثلا تقرأ المعلومات تقرأها مرة تانية وتالتة ورابعة لحد لما تحفظها. طب الفئة التانية قال لهم اقرأوا المعلومات لمرة واحدة بس، وبعد كده هنديكم أسئلة عليها بحيث تتدربوا. بيقول لك أول ما خلصت التجربة جابوا الفئتين، بعد ما خلصت يعني التجربة وعملوا للفئتين امتحان، الفئة التانية اللي هي قرأت المعلومات مرة واحدة بس لكن فضلت تتمرن وتاخد أسئلة عليها، هي دي اللي جابت درجات أعلى. يبقى يعني من التجربة دي تستفاد إيه؟ هل تقرأ المعلومة مرة واحدة وتاخد عليها بعض الأسئلة مثلا 3 4 أسئلة، ولا إنك أنت تقرأ المعلومة 4 5 مرات؟ أنهي أفضل؟ لا، إنك أنت تقرأ المعلومة مرة واحدة وتاخد عليها 4 5 أسئلة، ده أفضل بكتير وهيخليها تثبت أكتر في دماغك. وبيقول لك برضه أو استخدم طرق تانية غير إنك أنت تاخد أسئلة يعني على الجزئية اللي ذاكرتها، إنك أنت تشرح زي ما قلنا كونسبت. شوف الكلمات بتتكرر، لاحظت معايا؟ يعني أعتقد تقريبا دي رابع مرة نقول كلمة concept، وكلمة method برضو اللي هي معناها طريقة اتكررت برضو حوالي 3 4 مرات. فزي ما انت شايف هو الكلمات بتتكرر، لكن ده لا يعني انك انت ما تسجلهاش وتكتبها عندك في كشكول، لان مش كل الكلمات هتلاقيها بتتكرر كل شوية زي كده، في كلمات بتتكرر اكتر من كلمات تانية. المهم بقى بيقول لك انك من طرق يعني برضو المذاكرة الفعالة انك انت تشرح المفاهيم اوت لاود يعني بصوت عالي، او تستخدم فلاش كاردز اللي هي البطاقات ديت. لو عارف البطاقات الصغيرة دي ممكن مثلا تسجل عليها معلومة او معلومتين، معلومة في الوش ومعلومة في الظهر، فاهمني؟ بحيث تخليهم جنبك كل شوية عينك تقع عليهم وتفتكر بقى المعلومة. 5. Connect ideas together. This makes information easier to retrieve later. يقول لك رقم خاص بقى انك انت connect information together، انك انت تربط المعلومات مع بعض. الأول بيجعل المعلومات easier أسهل إنك أنت retrieve معناها يسترد أو يسترجع. بيقول لك إنك أنت يعني حاول تربط connect information، حاول تربط المعلومات كده ببعضها، ده بيخلي المعلومات أسهل easier إنك أنت retrieve تستردها أو تسترجعها. 6. Quick review before bed. Your brain consolidates info while you sleep. بيقول لك حاول تراجع المعلومات سريعا كده قبل ما تنام، لأن عقلك consolidates بيرسخ أو بيثبت أو بيقوي الانفو اللي هي اختصار لانفورميشن معلومات while you sleep. يعني قصده يقول لك إن المخ بينظم وبيخزن المعلومات اللي أنت اتعلمتها خلال اليوم أثناء نومك. وده طبعا مثبت علميا إن النوم ليه أهمية كبيرة جدا في تقوية الذاكرة وتحويل معلومات من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. فطبعا النوم ده جزء مهم جدا من التعليم. Now go back to the number you rated your study habits at the start of this video. Do you still بيقول لك دلوقتي ارجع للرقم اللي انت قيمت your study habits عادات مذاكرتك بيه at the start of this video في بداية الفيديو دوت. أول ما قالك في البداية عايزك تقيم طريقة مذاكرتك وعادات مذاكرتك برقم من 1 ل10. بيقول لك ارجع بقى للرقم ده وشوف هل هو يستحق فعلا ولا انت كنت منخدع أو موهوم في طريقة مذاكرتك. go? Do you still think it deserves that score? If not, that's your زي ما قلنا deserve معناها يستحق، فبيقول لك هل انت لا تزال تعتقد ان الرقم دوت يستحق؟ first sign that you're ready to level up. Thanks for watching. بيقول لك لو لأ، لو انت شايف ان الرقم اللي انت قيمته في اول فيديو ما يستحقش، فدي اول علامة انك انت المفروض تبقى جاهز عشان تعلي بقى من مستواك. بس ده كده كان الفيديو بالكامل.